السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب سنة رابعة؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم، موضوع الفليب بتاعكم ان شاء الله، وهو موضوع الميدياستاينال ديزيز. في الاول في مقدمة عن الاناتومي لازم نفهمها، هتسهل فهم الدرس بعد كده، وبينزل فيها اسئلة MCQ احيانا. لكن اهم جزء في الدرس عندك هو الميدياستاينال سيندروم، هو ده اللي بينزل لك كيسز وبينزل لك فيه MCQ كتير. مش عايز اطول عليكم، يلا بينا. اول حاجة هنتكلم عليها هو الاناتومي اوف ميدياستاينم. هو ايه اصلا الميدياستاينم ده؟ تعال نشوف. عرفت لكم في المقدمه الميدياستاينم وقلت لك هو ده المكان اللي ما بين الاتنين رئه. حلو، ده السنترال بارت بتاع الثوركس، بيعرفوه كده سنترال بارت بتاع الثوركس، منتصف الثوركس ده. طبعا بيمتد من فوق، يعني لو احنا مثلا هنتكلم عشان تفتكروها كده في حاجه فاني شويه، يحده من الشمال الثوراسيك انلت، مدخل الثوركس ما هو اللي فوق، ويحده من الجنوب الدايفرام، صح؟ مش الدايفرام هو اللي تحتيه؟ تمام. وشرقا وغربا البرايتال بلورا. واتفقت معاكم ان شاء الله في درس البلورا هتعرفوا ان البرايتال بلورا دي بتنقسم الى اجزاء، من ضمنها الجزء ده. الجزء ده من البرايتال بلورا هو ناحيه ايه؟ قال لك ناحيه الميدياستاينم، يبقى اسمه ميدياستاينال بلورا. حلو، عشان بس لو قريتوها ده هو ده الميدياستاينال بلورا. اوكي طيب، ده كده ايه؟ من الجانبين وفوق وتحت. طب فين بقى قدام وورا؟ طبعا مش هيظهر هنا معانا. تعال نشوف فيو تاني، نشوف فيه قدام ورا. اهو الفيو الجميل دوت. من قدام واضح قوي الاسترنم، ومن ورا الثوراسيك فيرتبرا، العمود الفقري. طيب يبقى انت كده عرفت الباوندرز. بتنزل لك سؤال MCQ احيانا، بس يعني ايه MCQ تافه قوي. دي كده النقطه الاولى، انت كده عرفت حدود الميدياستاينم. طب الميدياستاينم دي جواها ايه؟ فكر كده، ايه ابسط حاجه هتبقى موجوده جواها؟ اكيد جواها الهارت، والجريد فيزلز، صح؟ بالمونري ترانك، اورتا، سواء بقى ascending اورتا، اورتيك ارش، descending اورتا. التراكيه موجوده فيها، صح؟ حاجه اسمها الثوراسيك داكت بتاعه الليمف درينج موجوده فيها، وحاجات تانية كتيره موجوده فيها، الاسوفيجاس موجود فيها. فالحاجات ديت لو حصل مثلا ماس، اي كتله ما هنا عملت ضغط على هذه الاستراكشرز، اكيد هتديني اعراض، واعراض شديده ممكن تؤدي للوفاه. تمام، ده مهم جدا. طيب، قسموا بقى الميدياستاينم ديت الى اجزاء. قال لك يعني هي منطقه كبيره قوي، عايزين نقسمها. فقال لك فاكر حاجه اسمها الاسترنال انجل؟ قال لك فاكرها، اللي كنا بنعرفها من قدام ديت. طيب، قال لك الاسترنال انجل دي لو انا مديت منها خط كده بهذا الشكل لورا عند الثوراسيك فيرتبرا، تتوقع هيبقى عند نهايه الفقره الكام؟ لو انت بقى مذاكر المقدمه كويس وسامعها وركزت فيها هتعرف ان هو عند نهايه T4. ما هو كانت هي دي نفس المستوى اللي عنده بيحصل البايفوركيشن بتاع التراكيه اللي هو الكارينا. مهم قوي الكلام ده، تمام، بينزل عليه MCQ برضه. طيب، يبقى شفت بقى المعلومات التراكميه بتفيد ازاي؟ كل معلومه ليها ثمن، مفيش معلومه مالهاش لازمه. طيب، يبقى اول حاجه قال لك هنعمل خط كده. طبعا الخط ده مش موجود في الحقيقه في الجسم، يعني ده خط تخيلي كده عملناه. قال لك يبقى هنقسم بقى ساعتها ل superior mediastinum و inferior mediastinum. يبقى في superior فوق و inferior تحت، يبقى دي السوبيريور mediastinum ودي الانفيريور mediastinum. بعدين قال لك الانفيريور mediastinum فيها structures كتير عايزين نقسمها. طب قال لك هنعمل يعني خط تاني؟ مفيش حاجه تمشي عليها بالخط. قال لك لا، احنا هنشوف البريكارديوم فين. لو انا قدام البريكارديوم، في المساحه اللي قدام البريكارديوم اهو، ده القلب وحوالين البريكارديوم. لو انا في المساحه اللي قدام البريكارديوم هيبقى اسمي anterior mediastinum. لو انا وراه هيبقى اسمي posterior mediastinum. طب لو انا في المنطقه بتاعه البريكارديوم middle mediastinum، انا في المنتصف اهو. يبقى دي كده التقسيمه بتاعه الميدياستاينم كامله، الكومبارتمنت بتاعتها superior وانتيرور وميدل وبوستيرور. حلو الكلام، وعرفت هي اتقسمت على اي اساس. طيب، يبقى خلصنا كده من اول نقطه. نخش بعد كده، دي صوره هي نفس التقسيم اهي، سوبيرور وانتيرور وميدل وبوستيرور يعني. طب احنا شفنا في الصوره ان انا عندي الهارت وعندي اعضاء اخرى، يعني في تراكيه، في اسوفيجاس، وفي اعضاء اخرى هنتكلم عليها. هذه الاعضاء بقى علاقتها ايه ببعض جوه الميدياستاينم ده؟ يعني هل مثلا الاعضاء بتاعتنا بتبقى قاعده بعيد عن بعضها، ما مش ليا دعوه بيك، ابعد عني، مش إلك دعوه، مش عارف ايه، ولا بتبقى ملزقه مع بعضها، ولا ايه القصه بالظبط؟ قال لك الاعضاء الداخليه بتاعه الميدياستاينم ديت، سواء بقى الهارت، التراكيه، الحاجات دي، اسوفيجاس، ايا كان متصله مع بعضها بحاجه اسمها اللوز كونكتيف تيشو. كلمه لوز يعني زي اكنه ايه، مرخرخ، طري. حلو الكلام. طيب، اللوز كونكتيف تيشو ده بيمتاز بايه؟ بيتكون من الاستيك وكولاجين فايبر. طيب بس بيكون بهذا الشكل، الاستيك فايبر، كولاجين فايبر. هتلاحظ ايه؟ كميتهم قليله قوي وبعاد عن بعض قوي، صح؟ يبقى بيبقى فيها وايت سبيس، يبقى في فيو كولاجين اند الاستيك فايبر، وبالتالي الكميه القليله دي بتخلي فيه مساحات واسعه فيه. المساحات دي بتسهل انتشار اي حاجه، غير الدنس كونكتيف تيشو. الدنس دوت اللي هو متكدس كولاجين والاستيك فايبر، مليان بيهم، متنطورين جنب بعض كده، فما فيش مساحه لاي حاجه تعدي. اي حاجه زي ايه؟ زي انفكشن او اير
هواء او انفكشن. فطالما في مساحات ممكن شويه هواء يعدوا وينتقلوا، يبقى في مثلا حته خرم مثلا حصل في الاسوفيجاس او خرم في التراكيه، فيبدا الهواء يخرج منها ويبدا ينتشر في باقي الميدياستاينم. ليه؟ لان اصل هو اللي ما بينهم ده لوس كونكتيف تيشو. ده في انفكشن كلت في الاسوفيجاس وبعدين خرمت الاسوفيجاس وخرجت، فتبدا تنتشر لباقي الاعضاء وتعمل فيها التهاب. طب ليه؟ اصل اللي بينهم ده لوس كونكتيف تيشو. فهمتوا ازاي؟ طيب، فدي مهمه ان انت لازم تبقى عارفها، ده اللي بيسهل انتشار الانفكشن والاير. طيب، بعد كده بقى بيقول لك ان الميدياستاينم بتاعك اللي احنا عرفناه ده في كونكشن ما بينه وما بين النك، وكونكشن ما بينه وما بين البيريتونيوم، يعني ما تحت الدايفرام. طيب ما بينه وما بين النك كونكشن عن طريق ايه؟ عن طريق فتحه الثوركس، صح؟ السوبيريور ثوراسيك انلت اللي فوق دي. طب ازاي بيتواصل مع اللي تحت الدايفرام؟ قال لك اصل الدايفرام بتاعك فيه بورز، في فتحات اهي اللي بيعدي من فيها ستراكشر، بيعدي فيها فينز، وبيعدي فيها دي مثلا انفيرو فينا كيفا، وبيعدي الاورطه، وبيعدي الاسوفيجاس، بتعدي فتحات. طب ما الفتحات ديت تسهل انتقال اي حاجه. يبقى لو في انفكشن مثلا في الريتروبيريتونيوم ممكن تبدا تسحب 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 وتطلع الميدياستاين. ولو في انفكشن في الميدياستاينم ممكن تنزل 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 وتروح للبريتونيوم. ماشي؟ يبقى دي مهمه ليه في كوميونيكيشن ما بينهم. طب ما بيننا وما بين النك في كوميونيكيشن؟ اه طبعا في كوميونيكيشن، لكن ركز بقى معايا في اللي جاي ده عشان دي نقطه مهمه قوي قوي قوي. عندك حاجه اسمها الفاشيال بلينز. يعني ايه الكلام دوت؟ الفاشيا يعني ايه اصلا؟ دي عباره عن طبقه من الكونكتيف تيشو وربنا خالقها للحمايه بتاعتنا. حلو. طيب، الطبقات اللي ربنا خالقها في الكونكتيف تيشو ديت في النك والثوركس، وكمان في اتصالها مع الريتروبريتونيوم او في تحت الدايفرام، بس الاهم هي اتصالها في النك والثوركس، بتبقى هي طبقات لكنها مش لازقه من بعضها. فانا حاطط طبقه 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 طبقه، ففي مسافات وسبيسز ما بين الطبقات. هي المشكله في السبيسز ديت. يبقى لو حصل عندي انفكشن في مكان فوق، ممكن من خلال السبيسز دي يقعد ينزل 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 ويسرح ويوصل للثوركس. فعشان كده هناخد انواع ان شاء الله من التهاب الميدياستاينم. اقول لك ده والله جاي له منين؟ من الاورال، من الهيد. طب ازاي يا دكتور؟ اصل مشيت في السبيسز المتصله ما بين الراس والرقبه مع الثوركس. تعال نشوفهم. اهم اتنين الدانجر والريتروفارينجيال. تمام، تعال نشوفهم كده. هنا تحسهم ان هم خطوط اهي، ادي مثلا طبقات اهي. تمام، لكن اللي عايز اوريك بقى احسن، شوف الطبقات ديت، ركز كده معايا. شايف الطبقه اللي بالاخضر ديت؟ دي اسمها ايه؟ بري فيرتبرال ديفيجن اوف ديب لاير. ماشي، طبقه فاشيا يعني. طب شايف اللي هي لونها لبني شويه؟ دي برضو ديفيجن من الديب لاير. اللي عايزك تبص فيه ايه؟ الاثنين مش لازقين في بعض، في مسافه ما بينهم، في مساحه. ده اللي بيسموه الدانجر سبيس، ده اللي عايزك ايه تركز عليه. طب في مساحه تانية اهيت. تمام، ده مثلا هنا بتبقى المفروض في التونسلز والحاجات ديت بيبقى في ايه؟ ريتروفارينجيال سبيس اهي، برضو في سبيس هنا. يبقى لو انا عندي مثلا تونسلر انفكشن ممكن تعمل لي ريتروفارينجيال ابسس، هتعرفوها ان شاء الله في الاي ان تي. يبقى ممكن الريتروفارينجيال ابسس ديت وتاخدوها ان شاء الله في الكومبليكيشن، ممكن ما تبقوش فاهمينها هناك لكن اديكم فهمتوها هنا. يبدا من خلال السبيس ده يقعد ينتشر ينتشر ينتشر. طب ما انت شايف السبيس زي ايه؟ مفتوحه لحد تحت، مفتوحه لحد الثوركس، يبدا ينزل 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 يوصل للميدياستاينم، يعمل التهاب في الميدياستاينم، ميدياستاينايتس. بس كده. يبقى دي البساطه بتاعت كلمه ايه؟ الفاشيال بلينز اللي هتلاقيها مكتوبه عندك وتحس انت ايه؟ مش فاهم الكلام. لا، افهمه ببساطه كده، الموضوع بسيط خالص. طيب، يبقى دي كده فهمنا فكره الفاشيال بلانز. وادي الفاشيال بلينز اهيت، يعني نفس الصوره بس يعني فكره تانية يعني. تمام، هنتكلم بعد كده عن الديفيجنز بتاعه الميدياستاينم. عندنا السوبيريور وانفيريور. نبدا اول حاجه بالسوبيريور ميدياستاينم. الحقيقه الكتاب حاطط لك نيمونيك ممكن تحفظ بيه، والله عايز تحفظ بيه احفظ براحتك، انت حر يعني. لكن انا ما بحبش احفظها بالنيمونيك، انا بحب اقعد اسال نفسي اسئله كده. طبيعي في كل ميدياستاينم كومبارتمنت هلاقي نيرفات، هلاقي فيزلز، هلاقي تيوبس. تقول لي يا دكتور احنا عندنا انابيب في جسمنا. مش التراكيه دي تيوب؟ مش الاسوفيجاس ده تيوب؟ مش الثوراسيك داكت بتاعت الليمف درينج دي تعتبر تيوب؟ تعتبر تيوب طبعا. يبقى هسال كده. وشويه خواص زي ايه مثلا؟ في ليمف نود معينه عندي، لا ده في جلاند معينه عندي، دي شويه خواص. ده اللي انا بحب احفظ بيه، وبمعرفتي بالاناتومي بتاع المكان ببدا ان انا اعرف. تمام، عايزين تحفظوها من النيمونيك اللي هو مثلا في السوبر ميدياستاينم مديك نيمونيك اسمه باتس اند تنت. باتس ديت اللي هي الخفافيش، والتنت ديت تقدر تقول الملاجئ بتاعتها. احيانا بتبدا ان هي تصنع ملاجئ كده تبقى متكدسه من الخفافيش بتاعتها، فسموها على هذا الاسم يعني باتس اند تنت كده، عشان بس تعرف تفك ايه النيمونيك بتاعها. لكن انا بجيب الصوره ديت الجميله الرائعه، مقسمه لك سوبر ميدياستاينم وانفيريور ميدياستاينم وانتيرور والكلام والدنيا والحكايه. وابدا ان انا اشوف. طبعا انت عندك ده السوبر ميدياستاينم اهوت، وادي هنا الانتيرور، وادي هنا البوستيرور، وادي هنا بيبقى الميدل ميدياستاينم. طيب ركز بقى معايا عشان الكلام ده في غايه الاهميه، واحده واحده كده عشان ايه تفهم. اول حاجه معانا طبعا اللي بالاخضر ده الثوراسيك داكت. هسال نفسي هل في فيزلز هنا؟ قال لك ده في 3 فيزل بيعدوا في السوبيريور ميدياستاينم. تقول لي 3 فيزل يا دكتور؟
طب ما تعالى نفكر كده ايه اللي هيعدي في السوبر ميدياستاين. اول حاجه هيعدي معاك ارتري، ما انت الفيزل عندك يا ارتري يا فين، ما عندكش يعني ايه حلول اخرى يعني. اول واحد ارتري، واظن واضح قوي في الرسمه معانا اهوت، لو انت عايز ان انا اجيبه لك اهو. ده اسمه ايه؟ الاورتيك ارش. ده ارش يعني واضح جدا 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 في السوبر ميدياستاين. وطبعا البرانشات اللي طالعه منه، صح، الثلاث برانشات بتوعه، ماشي جميل جدا. ده ارتري. طب الفينز، قال لك مش انت القلب عندك هنا؟ طب ما القلب ده بيجي له واحد هنا اسمه ايه؟ اسمه سوبيرور فينا كيفا. طب ما السوبيرور فينا كيفا دوت بيجي من اتحاد تو بريكيو سيفاليك فين. يبقى عندك البريكيو سيفاليك فين الاثنين والسوبيرور فينا كيفا بيبقوا موجودين في المنطقه دي. والنقطه دي فيري 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 امبورتنت. لو عندك تيومر هنا وبدا يضغط على السوبيرور ميدياستاينال كومبارتمنت، هيعمل لك سوبيرور فينا كيفال اوبستراكشن، واشهر سبب لكده هو البرونكيال كارسينوما او البرونكوجينيك كارسينوما اللي هو سرطان الرئه. طيب عشان احتاجها في الميدياستاينال سندروم، يبقى انا سالت نفسي الفيزلز ايه وعرفت اقولها، الموضوع بسيط يعني مش فيه حاجه صعبه. اسال نفسي تاني، هل عندي تيوبس؟ قال لك عندك والله 3 تيوبس. مين الثلاثه تيوبس؟ عندك التراكيه، ما هي اخرها عند نهايه السوبر ميدياستاينال لما بتنقسم بقى، فممكن تقول التراكيه مثلا، والمين برونكاي ما هي البدايه بتاعتها في الحته دي يعني. عندك ورا التراكيه على طول الاسوفيجاس، وعندك وراها بالاخضر واضح جدا الثوراسيك داكت، يبقى 3 تيوبس. طب عندي ايه تاني اسال عليه؟ قال لك عندك النيرفات. طب هو في نيرفات هنا؟ قال لك 3 نيرفز. وركز معايا من فضلك، ركز معايا من فضلك، 3 نيرفات اساسيه لازم تعرفها. النيرف الاولاني هو الفرينيك نيرف، تمام، والنيرف الثاني هو الفيجاس نيرف، والنيرف الثالث هو الليفت ريكارنت لارنجيال نيرف. ليفت ريكارنت ايه؟ لارنجيال نيرف. في غايه الاهميه، في غايه الاهميه، في غايه الاهميه. حلو. برضو ممكن تلاقي هنا شويه ايه؟ جانجليون كده بتاعت السمباثيك تشين. السمباثيك تشين دي موجوده بطول العمود الفقري، في منها السيرفايكال جانجليون وفي الثوراسيك جانجليون وهكذا. ففي جزء السيرفايكال دوت بتاع السوبيرور ممكن تلاقي فوق كده جزء السيرفايكال على حافه السوبيرور فوق. حلو الكلام، تمام. ده بس ايه، حته جانبيه بس مش مهم قوي انك تعرفها دلوقتي، ده بس عشان هحتاجها في الميدياستاينال سندروم. اللي يهمني بقى هو الليفت ريكارنت لارنجيال نيرف. ليه؟ بص يا سيدي، الليفت ريكارنت لارنجيال نيرف بيخرج من الفيجاس. حلو، زي ما انت شايف هو نازل ده كده الفيجاس الفيجاس الفيجاس، هو بيقوم جاي خارج كده عامل ايه؟ عامل هوك كده، يعني عامل زي الخطاف بيلف تحت الاورتيك ارش. وجنب مين؟ جنب البايفوركيشن بتاعه التراكيه. وفي هنا اتفقنا ليمف نود، صح؟ فلو عندي ليمف نود متضخمه وفي اريتيشن في المكان ممكن تضغط على الليفت ريكارنت لارنجيال نيرف وتعمل له مشكله. طب لما تعمل له مشكله هتعمل ايه؟ قال لك والله ده مسؤول عن حركه الاحبال الصوتيه، ما هو طالع فوق كده عشان يغذي اللارنكس بتاعتك. يبقى بالتالي هيحصل باراليسيس في الفوكال كورد، والكلام ده هتدرسوه بالتفصيل في الان تي ان شاء الله. حلو، ده مهم جدا جدا، بس اديك فهمت فكره الهوك ده عامل ازاي. حلو، ده مهم جدا، فكره الخطاف يعني. جميل. طيب هل في خواص هنا؟ قال لك في جلاند. مين؟ الثايموس جلاند، واضحه قوي، الغده اللي بيسموها بالعربي التيموسيه اهي، واضحه جدا يعني. طب هل في خواص تانية؟ قال لك الليمف نود. ركز بقى معايا، الليمف نود موجوده في كل الميدياستاينال كومبارتمنت، كلها فيها ميدياستاينال كومبارتمنت فيها ليمف نود، لكن موست بروميننت وموست اباندنت في مين؟ في السوبيريور ميدياستاين. ودي هحتاجها ان شاء الله في حصه الشيست اكزامينشن اللي جايه، هحتاج المعلومه دي فافتكرها كويس جدا. طيب يبقى انا كده خلصت مين؟ السوبيريور ميدياستاين، ما احتاجتش اصلا السكيم ولا حاجه، بفهم وعارف الاناتومي ايه والدنيا رايحه وجايه وفين، تمام ماشي جميل. نروح على اللي بعد كده، الانتيريور ميدياستاينم. هل لا ده ليه يعني سكيم؟ الكتاب حط لك سكيم 3 تيز، لكن انا الحقيقه معترض عليها تماما تماما تماما. شوف بقى الكتاب حط لك ايه. اول واحده حط لك الثايموس جلاند، صح جدا مفيش مشكله، صح. تاني واحده بص بقى حط لك ايه؟ ثايرويد جلاند. نورمالي الثايرويد جلاند ما تبقاش هنا، نورمالي الثايرويد جلاند ما تبقاش هنا، ممكن لو امتدت بقى توصل الاول للسوبر ميدياستاينم وبعدين ممكن تنزل تحت، لكن الاساس توصل للسوبر ميدياستاينم. يعني انت ما كتبتهاش في السوبر ميدياستاينم وجاي تكتبها هنا في الانتيريور ميدياستاينم، مش منطقي خالص يعني. فنورمالي هي مش موجوده هنا، لكن الكتاب كتبها وخلاص، هنعمل ايه؟ الحاجه الثالثه هو الثوراسيك اورتا. تقول لي هو ايه الثوراسيك اورتا يا دكتور؟ اقول لك ده يشمل الاسندنج اورتا والاورتيك ارش والديسندنج اورتا، يعني الحته دي كلها موجوده. فبرضه ايه الحته دي الكتاب كتابها سيئه، هو الصح ثايموس جلاند زائد شويه دهنه، شويه دهنه حوالين الثايموس جلاند، بس شويه فات يعني. ماشي، خلصنا من الانتيرور ميدياستاين. نروح على الميدل ميدياستاين، ودي مفيش اسهل منها. ليه بقى؟ هي عباره عن ايه؟ عن الهارت واللي حواليه والحاجات اللي طالعه منه، صح؟ يبقى الهارت واللي حواليه واللي طالع منه، سهله جدا. الهارت واللي حواليه يعني مين؟ الهارت والبريكارديوم، واللي طالع منه هو الجريد فيزلز زي ascending aorta، pulmonary trunk، واللي داخله superior vena cava. فدي كلها حاجات موجوده، صح جدا ما فيهاش مشكله. طيب والكارينا، طب ليه الكارينا؟ تعال نشوف. ما هي الكارينا بتبقى مكانها هنا عند الحافه، فقال لك موجوده برضو معانا الكارينا، ممكن ان احنا نحطها. تمام، يبقى دي الاماكن او الحاجات اللي موجوده فين في الميدل ميدياستاين.
اخر حاجه دي مش مكتوبه عندك في الكتاب لكنها مهمه قوي، هنحتاجها كمان شويه ان شاء الله في الحصه، وهي ان الميدل بارت بتاع الاسوفيجاس بيبقى موجود في الحته دي. خلي بالك الاسوفيجاس 3 اقسام، القسم الاولاني الابر بارت وده موجود في السوبر ميدياستاين، القسم الثالث اللي هو اللور بارت وده موجود في البوستيريور ميدياستاين، الميدل موجود في الميدل. دي مهمه قوي هحتاجها، ماشي؟ ما هو ماشي كده بلفه بالتفاف، ما بيبقاش ماشي يعني بشكل مستقيم. بعد كده عندك مين؟ عندك البوستيريور ميدياستاينم، والله فيها برضو سكيما لو عايز تحفظها اللي هي ديتس مواعيد، يعني مواعيد غراميه وكده. المهم نخش في ايه؟ في الفكره بتاعتنا ان احنا بنسال انفسنا اسئله، هل في فيزلز؟ هل في نيرفات؟ هل في تيوبس؟ هل في خواص؟ تعال نشوف. اول حاجه هل في فيزلز؟ هنا قال لك دي كلها بقى الحاجات اللي معانا، في 3 فيزل، في 2 تيوب، والنيرفات عليها علامه استفهام عشان في نقطه مهمه قوي حابب اوضحها. اول حاجه الفيزلز، ايه الفيزلز معانا اللي هنا؟ تعال نفكر. والله في ارتري وفي فين. طيب الارتري واضح قوي، عندي ارتري كبير قوي اللي نازل بقى من الاورتيك ارش اللي هو descending thoracic aorta. طيب جميل ماشي، يبقى عرفنا الارتري. الفين هم مش مكتوبين هنا، بس ازايجاس فين اند هيمي ازايجاس فين، وهحتاجهم في الميدياستاينال سندروم على اعلى درجه من الاهميه. طيب 2 تيوب، ما تقوليش تراكيه، اوعى تقول لي تراكيه خلصت خلاص، انما الاسوفيجاس والثوراسيك داكت. طب النيرفات دي مهمه. اول حاجه انا قلت لك على جانبي العمود الفقري بيبقى فيه سمباثيك تشين، يبقى فيه سمباثيك تشين هنا. الحاجه الثانيه السمباثيك تشين دي بتطلع نيرفات، النيرفات دي بتروح للاورجانز بتاعتنا عشان بتفيد بقى في عمليه الاوتونوميك ريجوليشن. المهم النيرفات دي اسمها سبلانكنيك نيرف. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو من ضمن النيرفات اللي بتبقى ماشيه هنا هو الفيجاس نيرف، يبقى الفيجاس برضو بيمشي معايا في البوستيرور. تعال نشوف، ممكن انت مش مصدق اهو معاك الفيجاس اهوت نازل نازل في البوستيرور كومبارتمنت، ما هو ورا الهارت اهو، فيبقى في البوستيرور كومبارتمنت. تمام، يبقى ده كده خلصنا الاناتومي بتاع الميدياستاين. تعالى بقى ندخل على الامراض بقى بتاعتنا والقصه والحكايه الكبيره. اول مرض معانا هو الاكيوت ميدياستاينايتس، وده خلي بالك مرض يهدد الحياه، لو ما تعالجش 20% يموتوا، 20% يموتوا، خمس الحالات يموتوا. ده عباره عن انفكشن وانفلاميشن للميدياستاينم، حصل انفكشن وانفلاميشن في الميدياستاين فادى الى التهاب، وطبعا طالما التهاب يبقى فيه لوز كونكتيف تيشو، عرفنا الانفكشن تنتشر ما بينهم، الميدياستاينم كله التهب، يبقى بيدمر الاعضاء الداخليه دي كلها، وكلها اعضاء مهمه. انت بتتكلم في بتتكلم في هارت، في جريد فيزلز، في نيرفات، بتتكلم في حاجات مهمه جدا جدا جدا، والتراكيه طبعا والكلام ده. طيب ايه الايتيولوجي بتاعه؟ بنحفظه بكلمه ما انت عندك ميدياستاينم صح، يبقى ميدي A2، ميديا A2، يبقى ميدي اللي هي من الميدياستاينم، وايه اللي هي من بعد بعد الاي، و2. طيب تعال نشوفهم كده واحده واحده. اول واحد معانا ميديان سترنوتومي، اللي هي عمليه الاوبن هارت اللي هتلاقيها مكتوبه عندك، اللي هو البوست اوبراتيف، اللي هو بعد العمليه، او بوست سترنوتومي. بعد العمليه بتحصل في نسبه من حوالي 1 إلى 5% بيحصل تلوث للجرح. تلوث للجرح بتاعك الموجود دوت، هو في الغالب بيبقى مين؟ بستاف اوريس اللي بتحب الجلد والحاجات دي. فطبيعي ممكن يحصل اكيوت ميدياستاينس. ليه؟ ما هو في جرح انا اكلت فيه، عرفت اخش كبكتيريا، وصلت لمين؟ السلام عليكم، ده انا معدي الدنيا كلها، ده انا وصلت للميدياستاينم نفسه، يبقى هعمل اكيوت ميدياستاينس. هاثر اكتر على الكومبارتمنت مين؟ اوعى تقول لي بقى البوستيرور ولا الميدل، هاثر اكيد على الانتيرور بارت اللي هو الانتيرور ميدياستاينم. جميل. طيب والاشهر فيها مين؟ هو ستاف اورس. رقم 2 معانا فور اسوفيجيال بيرفوريشن، ودي حط تحتها مليون خط، دي اهم سبب. طيب الاسوفيجيال بيرفوريشن دوت ليه اسباب كتير، اهمهم على الاطلاق الانسترومنتيشن، يعني ممكن اثناء ما العيان بيعمل منظار اسوفيجوسكوب يبدا ان هو يحصل حته تتخرم من الدكتور وهو شغال، طبعا اياتروجينيك وحاجه خطر جدا. وعشان الام سي كيو ده الموست كومن كوز للاكيوت ميدياستاينايتس هو الانسترومنتال اسوفيجيال بيرفوريشن. في اسباب اخرى، ممكن كانسر، قعد ينخر وياكل ويعمل نيكروزس في الوول بتاع الاسوفيجاس، خرمه. طب عمل ايه بعد كده؟ عمل بعد كده ان الاكل بقى بيخش يعدي في الميدياستاينم، البكتيريا تعدي تخش في الميدياستاينم، يبقى عمل ميدياستاينايتس. ممكن كوستيك اللي هو الكروسيفز اللي هي المواد الحارقه زي الالكالاي والاسيدز، ما هي هتحرق برضه وهتاكل في الوول، فممكن انها تخرمه. ممكن حاجه اسمها بورهيفز سندروم او بوست ايميتيك سندروم، ده بيحصل سبونتينوس بيرفوريشن في الاسوفيجاس بعد سيفير فوميتنج، واحد كان بيرجع ترجيع شديد جدا، هنقولها ان شاء الله في موديول الجي اي تي، يوم جاي الاسوفيجاس بتاعه يتخرم سبونتينوسلي كده. طيب دي سهله. ممكن تبقى تروما من خبطه، ممكن مثلا بعد عمليه سواء بقى في النك او في الثوركس قمت انت معور الاسوفيجاس وانت بتعمل العمليه، ماشي. في بقى سبب مكتوب عندك انت ممكن ما تبقاش فاهمه كده، فحابب ان انا افسره لك. بيقول لك دايركت اكستنشن، تقول لي مش فاهم.
اقول لك ده بتبقى فيه انفكشن ممكن في اللنج او في السباينز، ما هي دي كلها حاجات جنب وحوالين مين؟ الاسوفيجاس. وهذه الانفكشن انتشرت للاسوفيجاس وقعدت تنخر في الاسوفيجاس لحد ما خرمته، وقام جت بعد كده رايحه للميدياستاينم. دي مهمه قوي عشان هنفرقها بعد شويه عن حاجه ثانيه. طيب دي كده مين؟ الاسوفيجيال بيرفوريشن اللي عايزك تفتكره. الانسترومنتال هو الموست كومن كوز للاكيوت ميدياستاينايتس. وادي قصه البكتيريا اللي انا حكيتها لك. طب بيأثر اكتر على مين؟ قال لك بيأثر على الميدل بارت. تقول لي لا يا دكتور المفروض يأثر على البوستيرور. اقول لك لا، على الميدل اكتر. ليه بقى على الميدل اكتر؟ لان الميدل بارت بتاع الاسوفيجاس هو اكتر مكان عرضه انه يتخرم في حالات الانسترومنتيشن. قال لك هو اصلا بيمر فين؟ في الميدل كومبارتمنت. يبقى شفت بقى الحته اللي انا ضفتها دي كانت ليها اهميه ازاي؟ طيب تالت حاجه معانا بحرف الدي وهي descending necrotizing mediastinitis. غريبه قوي الكلام ده. ايه الكلام دوت بقى؟ تعال نفسرها. ميدياستاينايتس حصل التهاب ايه في الميدياستاين. نيكروتايزنج ده عامله نيكروز. ديسندنج يعني حاجه نازله من فوق داونورد. قال لك ده واحد كان عنده مثلا تونسيلر انفكشن وعملت مثلا ريترو فارينجيال ابسس او دنتال ابسس، وراحت بعد كده انتشرت للسبيسز اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعه الفاشيال بلينز، وبعد كده ديسندنج نزلت، صح كده؟ وعملت ميدياستاينايتس. زي كده مثلا ده واحد عنده ايه؟ ريترو فارينجيال ابسس على الناحيه الشمال. بعد كده بالاي انفيزيف دايركت اكستنشن. دي بكتيريا. بالظبط، ممكن مثلا من اللنج وعملت دايركت اكستنشن الميدياستاينم وهجمت الميدياستاينم على طول. ممكن من السباين اوستيومايلايتس مثلا. وممكن من البنكرياس. طب وصلت ازاي من البنكرياس؟ عن طريق البورز والفتحات والاوبننج اللي في الدايفرام. منطقيه يعني، مش فيها حاجه. طيب دي لما هتصيب ايه؟ قال لك في الغالب هتصيب البوستيرور كومبارتمنت، يعني البوستيرور ميدياستاين. بعدين اتنين ايه بقى؟ اول ايه معانا؟ اير واي بيرفوريشن اثناء مثلا تروما او انسترومنتيشن او انفكشن. المهم خرمت الاير واي، فممكن يبدا اير يخش في الميدياستاينم، وطبعا انفكشن برضو تخش في الميدياستاينم. اخر ايه معانا؟ حاجه اسمها الانثراكس ميدياستاينايتس، ودي خطيره جدا. يعني دي برغم ان هي رير جدا الا انها قاتله. حاجه قاتله بتيجي بتموت. الانثراكس دوت او الباسيلس انثراكس ده اللي هي الجمره الخبيثه، اظن سمعنا كلنا عنها يعني وخدتوها في الميكروبيولوجي. بيقول لك ده واحد عمل انهاليشن للسبورز بتاعتها، فوصلت لللنج وراحت للليمف نود وبهدلت الدنيا على الاخر، وبهدلت الليمف نود وعملت اديمه في الميدياستاينم. ومش بس عملت اديمه، لا ده عملت هيموراجيك ميدياستاينايتس. مش كونت بص، لا هي لسه هي بتاعت بص، مش بتاعت بص، دي بتاعت نزيف في الميدياستاينم. فدي قاتله. الانثراكس باسيلس دي قاتله في النقطه دي، فدي مهمه يعني. بس هي في الاول وفي الاخر هي رير يعني. فبس تبقى انت فاهمها كده ان دي بتعمل هيموراجيك ميدياستاينايتس. اوكي، يبقى اهم حاجه كده ده ميدياستاينوتومي بيعمل افكشن الانتيريور ميدياستاينم، اسوفيجيال بيرفوريشن ميدل ميدياستاينم، والانفيزيف دايركت اكستنشن للبوستيريور ميدياستاينم. ولا تنسى اهم سبب هو الانسترومنتال اسوفيجيال بيرفوريشن. ايه الموست كومن فيتشر؟ دي حته مش عندك في الكتاب بس مهمه لازم تعرفها. يعني الكلينيكال فيتشر الاساسيه العيان هيجي لك بايه؟ ده عيان عنده انفكشن، يعني هيجي لك بايه؟ يعني هيجي لك بفيفر، الم في المكان اللي هو الشيست، ديزنيا، ما هو ضاغط على المكان اللي حواليه ومأثر عليه وسيتوكاين وحوارات، وفي الاخر ممكن ينتشر للدم بكل سهوله طبعا ويعمل سبسس. ده خطير جدا. راديولوجي شوف بقى بيعمل ايه. دي نورمال ودي اب نورمال، تمام؟ ايه الفرق ما بينهم؟ تعال نشوف ايه الفرق ما بينهم. والله لو بصيت هتلاقي الفرق ما بينهم اكتر في الحته دي. ايه ده الحته دي؟ طبعا دي هنا فيميل، ده البريست شادو بتاعها، تمام؟ الحته دي هنا يعني ضيقه خالص، لكن هنا يا نهار ابيض ده ايه الوسع ده كله؟ طب الحته دي اسمها ايه؟ هي مش الهارت، الهارت تحت، دي بنسميها الميدياستاينم. فهنا حصل العين دوت وايد ميدياستاينم. الميدياستاينم وسعت وليها قياسات معينه هنعرفها في الاكس راي. احنا هنشرح ان شاء الله شيست اكس راي بالتفصيل، هتطلعوا ان شاء الله معلمين فيه، ما تغلطوش فيه، وتعرفوا ازاي تعملوا كومنت 100%. سيبك بقى من انك بتبصمج ملف الراديولوجي، لا هتتعلم ان شاء الله انك لما تبص في اي اشعه اكس راي ما تواجهش فيها اي مشكله. خلي بالك الناس اللي بتتعين مثلا نيابه اشعه ما حدش بيعلمهم اكس راي، بيقول لك الاكس راي ده تتعلمه مع نفسك، ده حاجه سهله. فيستحسن اتعلم بالذات الشيست اكس راي وانت في الكليه، لان حاجه دارجه جدا. حد يقول لك خد شوف اشعه الصدر دي، فتبقى عارف ايه الملامح العامه ليها. طيب بيقول لك لو جالك عيان بوست اوبرتيف او بوست ايميتك وعنده فيفر وايد ميدياستاينم، هتكونسيدر ايه؟ اكيد هيجي في بالك الاكيوت ميدياستاينايتس، منطقي يعني، ايميتك او بس او اوبرتيف يعني. والسبب الثاني اوعى تنساه، لانه احد اهم الاسباب، ان يكون اهم سبب اصلا للوايد ميدياستاينم في الاكس راي، وهو الاورتيك ديسكشن، انسلاخ الاورطه. فلازم تفرق ما بينهم يعني. العلاج ايه؟ مش مكتوب عندك طبعا، بس لازم تعرفه برضو. ده urgently ومن غير ديلي لازم ان انت تخش تعمل سيرجيكال درينج وتدي انترافينوس انتي بايوتيك، طبعا مش في اورال انتي بايوتيك هنا يعني. اوكي، هنتكلم بعد كده على الكرونيك فايبروزنج ميدياستاينايتس. تعال نفكر اسمه ده بيقول لك، بيقول لك في كرونيك يبقى دي حاجه مزمنه بتاخد شهور لسنين. فايبروزنج يعني بتتكون فايبرس تيشو سكار. ميدياستاينايتس التهاب. طيب ليه اسم تاني؟ جرانيولوميتاس ميدياستاينايتس. يبقى بيعمل جرانيولوما.
الجرانيولوما ديت الناس بقى اللي كانوا معانا في الروماتولوجي، احنا شرحنا الحمد لله يعني نقدر تقول مختصر المناعه في الروماتولوجي، ففهمتكم فيها ان الجرانيولوما عندي نوعين، يا اما تكون بسبب انفكشن يا اما تكون نون انفكشن. هنا السبب الاكثر والمعتقد هو الانفكشن، وده السبب الاساسي. حلو، ده اللي الناس بتعرف بيه، لكن وجدوا ان في حالات ايديوباثيك يعتقد ان هي اوتو اميون. حلو الكلام. طيب يبقى التعريف بتاعها مش مكتوب عندك في الكتاب بس مهم هتفهمه كمان شويه. كرونيك انفلاماتوري رياكشن، ما هي كرونيك لما الانفكشن بتريجر الجرانيولوما لان الجسم مش عارف يتخلص منها، فبتبتدي تحوطها بقى بالخلايا المناعيه. then fibrosis scar tissue، طبعا الفايبروز ده هيبدا يضغط على الميدياستاينال ستراكشر. اوكي، تعال نشوف ايه اللي بيحصل كده. ادي شويه ليمف نودز جنب بعضها، جت البكتيريا اهيت جواها، مش عارفوا يتخلصوا منها على طول، بداوا يكونوا ايه يعني شويه جرانيولوما، وبدات هذه الليمف نود اماكن منها تموت وتتكسر، ان ما هو الجرانيولوما ديت خلايا مناعيه بتقعد ترمي قنابل، فزي ما بتحاول تموت البكتيريا بتموت برضو النسيج اللي حواليها يعني، فتبدا ان هي كمان تتكسر والشكل بتاعها يتغير بهذا الشكل. طيب وبعد ما بقت متغيره كده وقريبه من بعض بشكل غريب، تبدا ان هي تلتحم وتعمل لي ماس واحده بهذا الشكل. بعد شويه الحمد لله المناعه قدرت تتخلص من البكتيريا ديت والبكتيريا اختفت، لكن طبيعي من نواتج الانفلاميشن الشديده انه بيحصل ريبير باي فايبروزس، فيبدا الليمف نود ديت يحصل لها اصلاح باي فايبروزس، ويبدا ياثر على التيشو اللي حواليها ويلزق في التيشو اللي حواليها ويضغط عليها، على حسب بقى كان لوكالايز ولا ديفيوز هيفرق معايا في السيفيريتي. طب ايه اهم سببين ليها؟ طبعا الاسباب في الاساس بتبقى مايكوبكتيريوم او فانجاي، هم اللي رخمين يعملوا له جرانيولوم. اهم سببين معانا واشهر سببين هيستوبلازما كابسوليتم، ودي تعتبر اشهر سبب. تاني اشهر سبب معانا وواحد من الاسباب الشهيره برضو اللي بيعمل جرانيولوما هو التي بي اللي هو السل، وهنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله في درس لوحده. هنتكلم بقى على النيمو ميدياستاينم. يعني ايه نيمو؟ كان في قبل كده قصص كده كان فيها كابتن نيمو او القبطان نيمو تقريبا، كان في فيلم كده بتاع اسماك كرتون كده كان في نيمو تقريبا يعني، ما كنتش غلطان. بس نيمو هنا معناها اير، فمعناها ان انا عندي اير في الميدياستاينم. طب هل الطبيعي يبقى عندي اير في الميدياستاينم؟ لا، عندي لوز كونكتيف تيشو. طب هل في ستراكشر في الميدياستاينم اصلا جواه اير؟ يا اما ريسبيراتوري تراكت، سواء بقى التراكيه سواء لانج نفسها الالفيولاي نفسها والحاجات ديت، انها ممكن يخرج منها الهواء، او هنشوف الكلام دوت، وتروح للميدياستاينم، او في الاسوفيجاس ما بيحتوي على هواء عادي يعني، ما احنا في حاجه اصلا اسمها الجاستريك بابل اللي هي حته كده ايه الفقاعه الهوائيه الموجوده بتاعه المعده دي، بنشوفها في الاكس راي. طيب يبقى لو كان عندي الاير في الميدياستاينم بره الريسبيراتوري تراكت او الاسوفيجاس ده عشان تبقى ايه التعريف كامل، يبقى ده ساعتها عندي ايه نيمو ميدياستاينم. الاتيولوجي بتاعه طبعا هو ده اللي مطلوب منك، الباقي شويه زيادات طفيفه كده للمعلومات العامه لازم تعرفوها يعني، لانها ايه حاجات لطيفه ومهمه عشان تبقوا خدتوا الحاجه بما يرضي الله يعني. ايه الحاجات اللي ممكن تؤدي الى تجمع هواء في الميدياستاينم؟ اول حاجه ريسبيراتوري تراكت، سواء upper respiratory tract او lower respiratory tract او اللنج. بعد كده لما نيجي نتكلم عن اللنج دلوقتي، الابر respiratory tract اللي هو انت بتتكلم لارنكس فما فوقها، قال لك هيد اند نيك انفكشن. ازاي يعني انفكشن؟ اشمعنى هتعمل هوا؟ طب ما الانفكشن عملت اكيوت ميدياستاينايتس، اشمعنى هنا عملت هوا يعني؟ قال لك لان دي جاز بروديوسنج انفكشن، في بكتيريات معينه بتنتج غازات بتنتج هوا، تمام يعني اير يعني. طيب او فراكشر اوف فيشيال بون، ليه يا ترى؟ اصل الفيشيال بون مليانه ساينسز الجيوب الانفيه، طب ما دي مليانه هوا، لو حصل كسر شويه الهوا دول يتسربوا يمشوا في السبيسز يوصلوا للميدياستاينم. اخر حاجه تروما للهايبوفارنكس واللارنكس، هتدرسوا ان شاء الله في الان تي الفارنكس وهتعرفوا الهايبوفارنكس واللارنكس، ده يعني يعتبر ايه استراكشر قريب من بعضه كده، طبيعي لما يحصل دامج ليه ممكن يقوم جاي مخروم ولا حاجه يخرج شويه هواء، ما فيه هواء في المكان دوت اكيد يعني، ويمشوا بعد كده مع السبيسز ويروحوا للميدياستاين. سبيشالي فين؟ عشان الام سي كيو مع الانتيوبيشن اللي هو تركيب الانبوبه الحنجريه. لور ريسبيراتوري تراكت ممكن تروما خبطه، تمام. منظار شعبي اسمه برونكوسكوب، وده بستخدمه ممكن دايجنوستيك او ثيرابيوتيك، احيانا للتشخيص بالذات حاجات في الكانسر والحاجات ديت هنشوفها ان شاء الله، وممكن استخدمه كمان ثيرابيوتيك، اخش مثلا اقوم جاي شايل حته معينه في زايده وانا اقوم جاي داخل شايلها، وهكذا. دي استخدامات كتير هنعرفها ان شاء الله يعني. اكترهم هو الثيرابيوتيك، الاسماء دي مش لازم تحفظوها ولا كده، عادي يعني. ممكن اثناء انا باخد بايوبسي برضو اللي هو ترانس برونكيال بايوبسي، وانا داخل مثلا باخد بايوبسي من البرونكاي في عيانين الكانسر، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب ان شاء الله. طبعا اهم درس او من اهم دروس الكتاب عندنا هو الكانسر بتاع اللنج، وطبعا درس بطنه صرف يعني. طيب يبقى هنا مفيش حاجه مهمه قوي عايزين نعرفها. نروح بقى على اللنج، ودي مهمه جدا. ممكن ايه؟ ممكن تروما او سيرجري، خبطت عاديه يعني وعملت ايه؟ فتحت فتحه فبدات تسرب هواء، اوكي. ممكن كمان حاجه اسمها سبونتينوس الفيولار رابشر، يعني الالفيولاي قام جاي طق مفرقعه لوحدها، وده الموست كومن سبونتينوس كوز، وشهير جدا في الناس الاثليتس اللي هم الرياضيين والناس الصغيرين في السن شويه. طيب انا دلوقتي عايز افهم الالفيولاي ديت، انا عارف ان هي في البريفري بتاع اللنج،
يعني هي بعيده خالص والميدياستاينم هنا. ايه اللي هتجيب الهواء اللي في الالفيولاي لغايه الميدياستاينم؟ قال لك الالفيولاي دي لما بتفرقع كده كده البلوره فوقها، طيب بيبدا ان الهواء دوت الالفيولاي فرقعت يبقى يتصرف في الحتت اللي حواليها. المكان اللي حوالين الالفيولاي والكلام ده قلناه في الروماتولوجي اسمه انترستيشيوم، ده النسيج اللي حوالين الالفيولاي. فيبدا يمشي فيه الهواء ويبدا يشق طريقه ويمشي 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 يروح ناحيه الهايلم. الهايلم اللي هو المكان بتاع اللنج اللي هو دخول البرونكاس والارتريز والفين والحاجات ديت. حلو. فيخرج يخرج يخرج يوصل لمين؟ للميدياستاينم. دي حاجه اسمها ماكلاين افكت. دي حاجه اسمها ايه؟ ماكلاين افكت. طيب يبقى دي اسمها سبونتينوس الفيولار رابشر. تعرف ان ده الموست كومن سبونتينوس كوز عشان ام سي كيو. ايه تاني؟ قال لك الستريننج والفالزالفا مانوفر. دي بسيطه خالص بقى. دلوقتي سيادتك ايه لو انت قلت لواحد احزق، هتلاقيه وهو بيحزق هتلاقي عروقه دي بتنفض جامد. اشمعنى كده بتنفض؟ مفيش نفس خارج، فبعدين مره واحده جاي سايب، صح؟ لانه مش عارف يكتم نفسه الفتره دي كلها. فايه اللي بيحصل في الفالزالفا مانوفر؟ الفالزالفا مانوفر اللي هو فكره نفس فكره الستريننج كده يعني، والحاجات ديت اللي هي فكره ايه؟ ان انت بتحاول تعمل اكسبيريشن يعني تطرد هواء اجينست كلوزد جلوتس، وانت قافل الجلوتس بتاعتك يعني قافل اللارنكس بتاعتك والحبال الصوتيه، قافل المجرى التنفسي اصلا، وبتحاول تعمل اكسبيريشن. حلو الكلام. طب ده مشكلته ايه؟ مشكلته ان انت قافل الجلوتس فمفيش هواء بيخرج، فالهواء مركون في الرئه. حلو. ومن بره انت بتعمل كونتراكشن للماسلز بتاعتك، صح كده؟ فعماله تضغط على الرئه فتعلي الضغط جوه الرئه، فممكن تقوم جايه مفرقع. ماشي، ده مهم جدا وبيحصل كمان مع الفوميتنج. الناس بقى اللي ممكن تعمل فوميتنج كتير ومتكرر ممكن يحصل معاهم الموضوع دوت. لوكال اير واي اوبستراكشن. ليه؟ قال لك لان الاير واي لو في اوبستراكشن او ناروينج زي في حالات الازمه بس سيفير ناروينج، الهواء يتحبس جوه. يبقى خلي بالك انا قلت لك حاجه في الحصه بتاعت المقدمه ان الانسبيريشن اكتيف بروسيس بيحصل ايه؟ ديستنشن، صح؟ طب الاكسبيريشن بيحصل ريكويل. تمام، يعني بتضيق اكتر. طب يبقى ركز معايا بقى في الحته ديت لانها حته مهمه جدا. دلوقتي طالما حصل ديستنشن هواء كتير دخل، طب حصل ريكويل، الهواء المفروض بيخرج. طب تخيل لو الريكويل ده كان شديد قوي، يبقى الهواء اللي دخل مش هيعرف يخرج، يبقى بيحصل حاجه اسمها اير ترابنج، الهواء بيتحبس جوه، فيقعد يتحبس يتحبس يتحبس، هوب تك تقوم جايه حته مفرقعه. طيب عندنا بقى حاجتين شبه بعض كده، حاجه اسمها سكوبا دايفنج والميكانيكال فنتيليشن. ايه الفكره بتاعتها؟ سكوبا دايفنج الناس اللي هو بتنزل اعماق البحار والحاجات دي ويبقوا شايلين اسطوانه اكسجين معاهم والكلام دوت. ايه المشكله بتاعتها؟ بيقول لك انت دلوقتي كل ما بتنزل تحت في الميه الضغط الواقع على جسمك بيزيد، وانت طالع الضغط ده بيقل طبيعي. فلو انت طلعت بسرعه وما طلعتش بحرفيه عاليه، هيبدا ان الضغط على جسمك مره واحده يقل، فتبدا انت الرئه كان مضغوط عليها والشست كان مضغوط عليه، مره واحده الضغط ده ازيل فتبدا تاكسباند. تمام، ده مهم جدا. فيبدا الرئه بتاعتك تتملي هواء، فممكن نتيجه ملي الهواء دوت تبدا ان هي تقوم جايه مفرقعه. نفس الكلام في الميكانيكال فنتيليشن. الميكانيكال فنتيليشن بالذات الحاجات اللي بتدي بوزيتيف بريشر اكسجين او الحاجات اللي بتدي هاي فوليوم اكسجين ممكن انها تعمل رابشر للممبرين عادي جدا، هتفرقع الالفيولاي، انت مدخل حاجه ضغطها عالي او كميه كبيره. وبيسموا السكوبا دايفنج والميكانيكال فنتيليشن بيسموها ايه؟ بارو تروما، يعني تروما نتيجه الضغط، نتيجه الضغط، مش ميكانيكال تروما، مش زي مثلا انا قمت خابط واحد في صدره مثلا ففرقعت له حاجه. طيب اظن سهله جدا، كلام دردشه ما فيهوش حاجه اصلا. بنكمل. ممكن ايه تاني؟ قال لك ما انا قلت لك ان الاسوفاجس مثلا ممكن يبقى فيه هواء، يبقى الجاسترو انتستينال تراكت ممكن يبقى فيه مشكله زي الاسوفاجيال بيرفوريشن، قلناها مع الاكيوت ميدياستاينايتس. الاكيوت ميدياستاينايتس نفسها ممكن تعمل كده عن طريق جاز بروديوسنج انفكشن، ديستندنج نيكروتايزنج ميدياستاينايتس، الانفكشن اللي هي الجاز بروديوسنج انفكشن، او اللي هي الانفكشن اللي ممكن تنخر في الجي اي تي وتخرم. والبرفوريتد فيسكس زي ما الاسوفاجس اتخرم، اي فيسكس مثلا الامعاء اتخرمت. بس هتقول لي يا دكتور ايه علاقتها بالصدر؟ هقول لك هتعمل هواء في البريتونيوم، نيمو بريتونيوم، يطلع من خلال الدايفرام ويوصل عادي للميدياستاينم، ما فيهاش مشكله، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل فما فيهوش مشكله يعني. دلوقتي احنا بنجني ثمار الفهم اللي احنا فهمناه في اول الحصه. اخر حاجه بقى، ممكن والله الهواء جاي من بره جسمك خالص، خدت خبطه نافذه سكينه مثلا دخلت هواء معاها مثلا، اثناء جراحه ممكن انت بتعملها زي التراكيستومي مثلا اللي هي بتفتح فتحه في التراكيه. طب ما انت فتحت فتحه من بره، ممكن هواء يخش، صح؟ مش يخش بقى في التراكيه، يخش في السبيسز بقى جنب التراكيه. نفس الكلام ستيرنوستومي وانت بتفتح مثلا في منتصف الصدر. نفس الكلام حاجه اسمها ايه؟ ميدياستاينوسكوبي، ده منظار بتدخل بيه من بره كده ليه تشوف الميدياستاين. تمام، بتدخل من بره في الصدر يعني، فممكن تدخل هواء انك بتعمل انسجن، فممكن تدخل هواء عادي يعني. قال لك والنيمو بريتونيوم طبيعي، ما احنا قلنا بقى من خلال الدايفرام. قال لك بالذات 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 لو واحد عنده فتق في الحجاب الحاجز، حاجه اسمها هايتس هيرنيا، والحجاب الحاجز ده اللي هو الدايفرام فيه فتق، يا سلام ده الدنيا مفتوحه خالص. فقال لك اثناء ما انت اصلا بتعمل له ريبير من خلال منظار البطن اللي هو لاباروسكوبيك هايتس هيرنيا ريبير. ليه؟
مش عارف انتوا عارفين المعلومه دي ولا لا او درستوها او كده، بس هتعرفوا ان شاء الله بعد كده ان اللاباروسكوبي اللي هو منظار البطن، تمام، عشان انا ادخل جوه فيه محتاج ان انا الاول انفخ العيان. ليه؟ لان الانسجه بتاعتنا لازقه في بعضها، فمحتاج ادخل هواء عشان ابعد الانسجه والاعضاء وكده، وابدا ان انا اشوف واعرف انا رايح فين وماشي فين. فالهواء اللي انا داخل اصلا انفخه دوت، ما هو في فتحه عنده هيتس هيرنيا هتوصل على طول للميدياستاين. فهمتوا ازاي؟ فدي الفكره بتاعتها يعني. ده كده بالنسبه ايه للكلام اللي عندك في الكتاب. طب تعالى نزود كلمتين كده طفاف خالص وحلوين خالص يعني. كلينيكال بيكتشر، تتوقع العين هيجي بايه؟ قال لك اكيد شيست بين. ليه؟ ما هو الاير دوت هيعمل ستريتش للميدياستاينم، والميدياستاينم دي فيها ايه؟ فيها البرايتال بلورا. ما هي الميدياستاينم بلورا دي اصلا برايتال بلورا، يحصل لها ستريتش بين سنسيتيف، يحصل ديزنيا، عمل كومبريشن تراكيه، عمل كومبريشن على البرونكاي، اي حاجه، عمل كومبريشن على الاسوفيجاس، يبقى ديسفيجيا. نيك سويلنج. ليه؟ قال لك اصل الهواء زي ما هو موجود في الميدياستاينم يبدا يطلع لغايه ايه؟ النك، ويبدا يعمل لك حاجه اسمها كريبتس اللي هو طقطقه كده. ده كلام عادي وانت ممكن تتوقعه اصلا مع نفسك، ما فيهوش مشكله. طيب لكن اللي عايزك بقى اضيفه لك، طبعا هو الشيست بين هنا حصل عشان الاسترتش. طب ليه حصل في الاكيوت ميدياستاينايتس؟ عشان الاريتيشن اللي حصل نتيجه الانفلاميشن والباص والحاجات ديت. في علامه مهمه بالسماعه اسمها هامانز ساين. هامانز ساين دي باثوجنومونيك لكنها ممكن تبقى ترانزيانت، فمش دايما بتبقى موجوده. ديت بيقول لك صوت هتسمعه صوت كرانشنج يعني عامل زي الطحن، او كراكلينج يعني زي الطقطقه، بتسمعه مع كل نبضه قلب. سببه ان القلب والميدياستاينم مثلا اللي هو الانتيرور وول كده بتاع الشيست والقلب كده في هواء ما بينهم، فالقلب وهو بينقبض بيحرك الهواء فيعمل لك صوت عامل زي الطقطقه، زي صوت انك بتطحن حاجه كده. دي اسمها هامانزا ساين، ودي باثوجنومونيك. حبيت بس اقولها لك يعني انك تبقى عارفها، المعلومه ليك يعني. الراديولوجي، تعال نشوف الاكس راي كده. ده مميز شويه في ايه؟ ده جاز هواء يبقى اسود، لكن الميه او السوليد بيبقى ابيض. دي قواعد عامه انتوا عارفينها وهنقولها تاني ان شاء الله. ادي هنا ايه اللي بيحصل؟ هواء بيبقى متجمع حوالين القلب زي ما انت شايف اهو، شايف فيه هواء. فصل الرئه والبلورا اهيت بسواد اهو، شايف ادي دي البلورا، لا هو فصلهم بسواد هنا. لكن مثلا في الاكيوت ميدياستاينايتس كان وايدند ميدياستاينم بايه؟ ببياض. ليه؟ لان في بص، في هيموريج، في اديمه، دي كلها حاجات ليها دنستي وليها كثافه تدي بياض مع الاكس راي. لكن الاحسن من الاكس راي هو السي تي، هي دي الموست يوسفول او الموست سنسيتيف دايجنوستيك موداليتي. التريتمنت عالج السبب، وفي اغلب الحالات اصلا بيريزولف لوحده الا لو كان السبب كبير يعني. ده كان بالنسبه ايه للنيمو ميدياستاين. طيب تعالى بقى نتكلم على جدول كبير كده عندكم اسمه ميدياستاينال ماسس. الحقيقه الجدول دوت يعني انت مش هتقعد تحفظه كله ولا حاجه، مطلوب منك تعرف حاجتين. الحاجه الاولى، انت عارف مثلا ان الانتيريور كومبارتمنت فيه ثايموس جلاند، يبقى تعرف اكيد 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 ممكن من ضمن الماسز اللي تحصل لو جه حاجه اسمها ثايموما مثلا، يعني انت عارف الموضوع ده. عارف مثلا ان الميدل كومبارتمنت فيه الجريد فيزلز، فاكيد من ضمن الحاجات ممكن يحصل ايه؟ اورتيك انيوريزم. عارف ان من ضمن الحاجات في بوستيرور بارت فيه نيرفات كتيره، فممكن يبقى من ضمن الحاجات ديت نيوروجينيك تيومر مثلا يعني. ده اللي عايزك تعرفه من الاناتومي الاساسي. زائد عشان الام سي كيو تعرف الموست كومن كوز في كل واحده، ويعني وكلمتين عن كل واحد كده هنقولهم على السريع يعني. نبدا اول حاجه بالانتيريور كومبارتمنت. انا اللي عايزك تعرفه منهم ايه؟ اعرف اول حاجه ان الموست كومن كوز هو الثايموما، وبتحصل على فكره مع مين؟ الشاطر بقى اللي كان مذاكر معانا نيورو هيقول، وهو ماياثينيا جريفس، كان بيحصل معاه ثايموما. طيب في حاجه تانية عايزك تعرفها، ممكن الليمفوما، ممكن، ما هو الليمف نود موجوده في كل حته عادي يعني، هتبقى موجوده هنا برضه. وفي حاجه اسمها جيرم سيل تيومر. دي الجيرم سيل دي المفروض ان دي خلايا اللي بيسموها الخلايا الجنسيه، مكانها مش هنا اصلا، مكانها في الجونادز. طب ايه اللي خلاها تخرج؟ حصل لها مايجريشن، تمام. من اشهر الاماكن اللي تروح لها، تروح الابدومن وتروح الشست، فممكن تروح هنا وتعمل حاجه اسمها جيرم سيل تيومر، بس اعرفها كده كاسم يعني. وممكن ثايرويد بقى يمتد ويوصل لغايه الانتيريور كومبارتمنت، مفيش مشكله، وزي ما الثايرويد امتدت ممكن الباراثايرويد تيومر تمتد وهكذا. في مثلا المورجاجني هيرنيا، دي اجلها بس شويه. طب نروح على الميدل، ايه الموست كومن كوز هنا؟ اعرف الفاسكولار ليجن اللي هو الاورتيك انيوريزم، ده اشهر سبب. تاني اشهر سبب لو ما لقيتش في الام سي كيو الاورتيك انيوريزم هتختار ليمفوما. ماشي، الليمفوما هنا مهمه جدا جدا مع حته بقى الكارينا والميدجستان الليمف نود اللي احنا كنا شرحناها ديت. طيب سيبك بقى من الباقي ده كله كده، لكن للامانه العلميه يعني عشان تبقوا عارفين، اشهر ميدياستاينال ماس في الميدل كومبارتمنت هي حاجه اسمها برونكوجينيك سيست، تشمل تحت الميدياستاينال سيست، لكن الكتاب عندكم مش معترف بيها وكده فمش لازم تكتبوها، بس ده للامانه العلميه الاشهر هو البرونكوجينيك سيست. طيب البوستيريور كومبارتمنت اكتر حاجه فيه نيرفات، فاشهر حاجه تعمله ماس فيه هو نيوروجينيك نيوبلازم، ممكن برضو اسوفيجيال ليجن، اي ليجن بقى، اي تيومر، اي مش عارف ايه يعني، مش هتفرق يعني. طيب
لاترال مننجوسيل، انتوا خدتوا المننجوسيل في الجراحه. اكسترا ميدالاري هيماتوبيوسيس ديت ان شاء الله نبقى ناخدها في موديول الهيماتولوجي. في بعض الامراض اللي بيحصل فيها تكسير في كرات الدم جامد جدا، بيبدا ان بدل ما نخاع العظم مش قادر ان هو يعوض، يبدا يقول ايه، معلش تعالوا بقى يا حرس يا قديم، تعالى يا ليفر، تعالى مش عارف يا سباينز، تعالوا عظم واماكن ما كانتش اصلا بتصنع يعني سيلز، يقول لها لا معلش ساعدين. اكسترا ميدالاري اللي هو بره المظله اللي هي بتاعه البون مارو. طيب والديسندنج اورتيك انيوريزم تمام. طيب عايزين بقى نعلق على حاجتين، نعلق على المرججني هيرنيا والبوكداليك هيرنيا. دول اتنين كونجينيتال هيرنيا، يعني فرق بيحصل كونجينيتال دايفراجماتيك هيرنيا في الدايفرام بس كونجينيتال. زي ما انت شايف هنا المرججني هيرنيا بتحصل فين؟ انتيريورلي، بينما البوكداليك بتحصل بوستيريورلي. يبقى اظن ده فهمت خلاص ليه المرججني هيرنيا ديت اللي هي كونجينيتال ديت هتكون تبع الانتيريور كومبارتمنت، ما هي منطقي اصلا هي بتحصل قدام يعني، فاكيد لما هيطلع حاجه هتطلع في الانتيريور كومبارتمنت يعني. بينما ليه البوكداليك بتبقى مع البوستيريور؟ لان هي بتاثر على البوستيريور بارت بتاع الدايفرام، فاكيد هتطلع في البوستيريور كومبارتمنت بتاع الميدياستاين. اخر موضوع معانا هو الميدياستاينال سندروم، واهم موضوع مليان ام سي كيو بينزل في الكيسز كتير جدا جدا جدا. ده مجموعه امراض بتتسم بالانفلتريشن او الكمبريشن للميدياستاينال ستراكشر. طبعا في فرق، كومبريشن انا بضغط، انفلتريشن بخترق، بالذات السرطانات. الاسباب كاتب لك اسباب كتير، انا بس عايزك تعرف ان هم تقسيمتين اساسيين. اول حاجه المالجنانت كوزز، وده الموست كومن عشان هي اصلا عندها انفلتريتيف نيتشر، بتعرف تخترق، فده اشهر حاجه. ونم مالجنانت زي ايه؟ لارج اورتيك انيوريزم، مش عارف جويتر، حاجات اللي هي ايه مش فيها سرطانات، لكن الاساس هو السرطانات. طيب الموست سيريس كومبليكيشن اللي انا خايف عليه انه يضغط على السوبيريور فينا كيفا. طب ما السوبيريور فينا كيفا ده مشكلته ايه؟ مفيش دم واصل للهارت، مش بس ده المشكله، ده مفيش دم هيبقى راجع من الراس والرقبه والابر ليمز، فطبعا هيزود الانتراكرينيال بريشر، وممكن يبدا يعمل بليرنج اوف فيجن ويعمل مشاكل كتير. فبيعمل طبعا فيشيال يعني بليوثرا اسمها، او بليثورا اللي هو الاحمرار اللي في الوش، وبيعمل اديمه والحاجات ديت. طيب مين الموست كومن كوز عشان الام سي كيو؟ هو البرونكوجينيك كارسينوما، ده الموست كومن كوز الميدياستاينال سندروم. اول ما تلاقي ميدياستاينال سندروم والموست كومن كوز ارزع على طول برونكوجينيك كارسينوما، تحديدا سمول سيل لان كانسر، ده اكتر حاجه. طيب نمسك كده نشوف الكلينيكال بيكتشر اخبارها ايه. طبعا هتلاقي كتاب في الاول كاتب لك مقدمه هي نفسها يعني، مش لازم نقعد نقولها تاني. انا ايه الحاجات اللي هضربها؟ والله هضرب الاول تيوبس. عندي ايه؟ عندي التراكيا والمين برونكس. تاني حاجه معايا الاسوفيجاس. تالت حاجه الثوراسيك داكت. نبدا اول حاجه بالتراكيا. التراكية والمين برونكس لما اضغط عليها تعمل ايه؟ هضايق فيها ان مفيش هواء عامل يخش كويس، هخلي في مشكله في التنفس، في كرشه نفس، في ضيق في التنفس، في ديزنيا، منطقي. هخلي في حاجه اسمها براسي كوف. يعني ايه براسي كوف؟ ده صوت عالي من الكحه كده، بيبقى هارش ولاود، نتيجه ان انا عملت كومبريشن على التراكية والمين برونكس. ده ايه كاركترستيك ليهم كده. طيب الميكانيزم بتاعه ايه؟ بيقول لك ده اكنك بالظبط جايب مثلا انبوبه نحاسيه او انبوبه معدنيه وبتتكلم فيها. انبوبه معدنيه، طب ليه؟ قال لك الانبوبه المعدنيه دي ثابته، حجمها ثابت مش بيتغير معاك، فبيطلع لك ميتاليك ساوند. كل الحكايه ان انا بضغط على التراكيه ديت، لما بضغط على التراكيه بثبتها، مش قادره ان هي تعمل اكسبانشن كويس. حلو، فبقت عامله زي الميتاليك تيوب بالظبط. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الضيق اللي حصل دوت والهواء جاي يعدي يخبط، يعمل توربulence دوت، يعني الهواء يقعد ايه، الموجات تخبط في بعضها فالصوت يعلى، فعشان كده الصوت بيبقى عالي، ووصفه ان هو ميتاليك. دي اسمها بريسيكوف، كاركترستيك للاريتيشن والاوبستراكشن او النروينج اللي بيحصل في التراكيه والمين برونكس. لوكالايزد ويز يعني تزييق. اي كلمه ويز تسمعها، وهنعرف الكلام ده ان شاء الله في حصه الشيست اكزامينشن، تساوي نروينج في الايروي، تساوي على طول نروينج في الايروي. فهنا في ناروينج طبعا، بس لوكالايزد في المكان ده بس، مش جنرالايزد على كله عشان تفرقها عن الازمه. الحاجه الثانيه بقى على حسب هو اللي حصل ده بارشال اوبستراكشن ولا كومبليت. هو يفرق طبعا، يفرق. لو حصل بارشال اوبستراكشن الاير بيخش كويس، لكن الخروج بتاعه صعب، وانا لسه قايلها من شويه. فيبدا الاير يتراكم جوه، فيحصل ديستنشن للاير واي. الديستنشن ده هيخلي قدره السيليا على التخلص من الميوكس وحشه، فالميوكس يتراكم، يحصل سكندري بكتيريال انفكشن، فتجيلك بوست اوبستراكشن نيمونيا، يعني في الحته الديستال للاوبستراكشن، لاني مش عارف اتخلص من الميوكس اللي فيها. مع الريكارنت انفكشن وانفلاميشن بيتكسر الوول بتاع الريسبيراتوري تراكت دوت، ويبدا ان هو يوسع كده ويرهرط كده، فيحصل حاجه اسمها برونكيكتيزز، هناخدها ان شاء الله. حلو، بس عشان تبقى رابط الاثنين ببعض، واحد يعتبر اكيوت، واحد كرونيك سيكويل او كرونيك كومبليكيشن. طب لو في كومبليت اوبستراكشن، الهواء اللي دخل ده متساب جوه مش عارف يخرج، هيبدا الجسم يمتص ويحصل كولابس او اتيلاكتيزس.
طب نروح على الاسوفيجاس، ايه اللي هيحصل؟ انا ضاغط على الاسوفيجاس مش عارف ابلع، ديسفيجيا، وضاغط عليه الاكل بيتراكم فيبدا ان هو يحصل ارتجاع، يحصل جارد او ريجرجيتيشن. طب الثوراسيك داكت لما اضغط عليها الضغط هيعلى في حته منها فيبدا تسرب ليمفاتيك يعني فلويد او ليمف فلويد، ويبدا ترسبه مثلا او ترميه في السيرس ممبرين، سواء بقى البلورا او البريكارديوم او البريتونيوم، فيحصل حاجه اسمها كايلي ثوركس. كايلي ثوركس اللي هو في كايلس اللي هو الليمف يعني موجود في البلورا. هناخد ان شاء الله في البلورا ديزيز. بعد كده النيرفات، بتكلم على كام نيرف؟ قال لك 3 نيرفات، ده بالاساس اللي هتكلم عليه. ممكن اتكلم عن نيرفات اكتر على فكره، اتكلم على الفرينك، اتكلم على الفيجاس، بس ده اللي علينا يعني. الليفت ريكارنت لارنجيال احنا قلناه خلاص، ده بيغذي ايه؟ بيغذي الفوكال كورد. وظيفته ايه؟ وظيفته انه بستخدمه في القفل وبستخدمه في الابعاد، عشان كوظيفه في لما يبعد 2 فوكال كورد اعرف اتنفس كويس، لما يقفل 2 فوكال كورد اعرف ان انا اتكلم. هو لازم مع الحرق مع الكلام بتاعنا يتقفل ويتفتح الفوكال كورد. فلما بيحصل باراليسيس واجي ان انا اتكلم في واحد من الفوكال كورد، ما هو ده ليفت في رايت، واحد من الفوكال كورد مش هيبقى شغال والتاني بيتحرك بس مش عارف ان هو يوصل له، فالصوت يبقى فيه اير ليك، يعني في صوت بيهرب كده، بيسموها بريثي فويس او صوت اجش اللي هو الهورسنس اوف فويس. السترايدور يعني في اوبستراكشن عندي في الابر ايروي تراكت، لارنكس او الابر تراكيه. حلو، تحت كده اسمه ديزني، بيعمل لي ديزني، هتاخدوا الكلام ده في الاطفال. وممكن يعمل لك حاجه اسمها بوفين كوف. بوفين كوف ديت عامله، بيقول لك عامله زي صوت البقره، اعزكم الله يعني. قال لك ده ليه؟ المفروض لما اجي اكح، انا بكح عشان اطرد، بقفل الفوكال كورد بتاعتي عشان اعمل اكسبلوسيف فورس كده جامده، فاخرج اي حاجه جوه وبعدين اقوم جاي طاردها بسهوله. فاللي بيحصل هو يجي يكح مش عارف يقفل، ففي تسريب، فما فيش الاكسبلوسيف فورس ديت، فيطلع الصوت عامل زي الماء بتاعه البقره كده يعني، او بيسموها مو لايك يعني. طيب سمباثيك تشين بالذات اللي هي السيرفايكال سمباثيك تشين ديت، لما اضربها هتعمل لي هورنر سندروم اللي هو توزز ومايوزز وانهيدروزز، خدناها في النيورو. بريكيال بلكسس بتاع الدراع بالذات بأثر على اللور ترانك اللي هو السي 7 و8 وتي 1، وبأثر هنا هو طبعا ده في السيرفايكال، فعشان في السوبيريور ميدياستاينم ممكن نضغط عليه يعني. اللي انا هاثر عليه ده هاثر على سنسوري وموتور. سنسوري هو مسؤول عن الاحساس بتاع الميديال اسبكت بتاع الفور ارم، بتاع الارم والفور ارم والهاند، حلو، فانا مش هحس بالحته دي كده. طب موتور سي 7 و8 وتي 1 دول مسؤولين اكتر على العضلات الصغيره بتاعه الايد، فيحصل ويستنج وويكنس في السمول ماسل. طب مين الشاطر بقى اللي يقول لي ليه هنا ما قلتش ويكنس بس ليه قلت ويستنج؟ لانه لور موتور نيورون ليجن. اربط بقى البرانشات بتاعه البطنه ببعضها. اضغط على بلاد فيزلز، ممكن اضغط عليها عادي يعني. تعال نشوف، ممكن اضغط على السوبيريور فينا كيفا يعمل لي حاجه اسمها سوبيريور فينا كيفا سندروم، ودي اخطر كومبليكيشن طبعا وميديكال ايمرجنسي. الوش يحمر بليثورا ويحصل سويلنج ليه واديما، والعينين كمان تورم حواليها، وممكن يوصل ان المخ نفسه، لان ما في التصريف بتاع سي اس اف زي ما خدنا في النيورو بيتصرف عن طريق الفينس درينج، فما خلاص الفينس درينج الضغط فيه عالي، يبقى السي اس اف هيعلى، يبقى يزيد الانتركرينال بريشر، ده حاجه خطيره، ممكن يعمل له هرنيشن ويموته في المخ طبعا يعني. ازايجاس فين ممكن يتقفل، والازايجاس فين ده ليه دور مهم جدا في وصله كده ما بين السوبيريور فينا كيفا والانفيريور فينا كيفا، وصله مهمه ما بين الشيست وول والسوبيريور فينا كيفا. فلما بيتقفل هبدا اشوف كولاترالز اخرى، فيبدا تلاقي العيان دوت بالذات لو معاه سوبيريور فينا كيفا اوبستراكشن كمان، هتلاقي العيان بتاعك دوت عنده دايليتد، يعني هي زي الصوره ديت كده، دايليتد فينز على الشيست وول. ليه؟ كولاترالز اخرى، ما السكه مسدوده في السوبيريور فينا كيفا، فبحاول ان انا الدم اللي مركون فوق في السوبيريور فينا كيفا انقله للانفيريور فينا كيفا عشان يخش للهارت واخلص منه. نفس فكره الكولاترالز او الاسوفيجيال فاريسز اللي بتحصل في الليفرز، طيب اللي هو الليفر سيروسس. لو ضغطت على الاورتيك ارش والبرانشات بتاعته، يبقى مثلا ناحيه يروح لها دم كويس وناحيه مش هيروح لها دم كويس، شبه اللي هو اللي خدناه في الروماتولوجي اللي كان اسمه ايه، تاكاياسو ارترايتس، فيحصل ان ايكوال بالس وبلاد بريشر في الابر ليمب. تمام، طبعا الابر ليمب ماليش علاقه باللور ليمب. بقول لك وفينجر كلابنج، ودي مهمه جدا جدا جدا. ليه فينجر كلابنج؟ ان شاء الله هنبقى نتكلم عليها. دي يا اما سببها هايبوكسيا، يا اما توكسيميا، يا اما نون هايبوكسيك نون توكسيك. هنا هايبوكسيك، في هايبوكسيا، والهايبوكسيا دي بتبدا تطلع مواد، المواد دي بتعمل بروليفريشن وتغير في شكل اللي هي نهايات الاصابع. طيب دي مهمه، فينجر كلابنج مع البرانشز بتاعت الاورتيك ارش. طبعا البون نفسه ممكن يحصل له ايروجن ويحصل له انفيجن بالتيومر، فتلاقي مثلا حصل ان البون دوت حصل بوني سويلنج كده، يحصل بين طبعا، بالذات بقى مع السرطانات اللي هي الشديده بتعمل ايروجن والحاجات دي، ورير ان يحصل فراكشر، الا لا لو السرطان ده بيبعت مثلا مواد تعمل تكسير في البون، سواء بقى ميتاسيس او بيطلع مواد اللي بنسميها بارانيوبلاستيك سندروم، هنتكلم عليها طبعا في اللي هو الكانسر لانج. عشان كده ما كنتش حابب ان احنا ناخد الميدياستاينم بدري قوي كده، بس الظروف حكمت يعني. ده جدول هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، يعني هو مش فيه حاجه، بنعيد كل الكلام اللي احنا قلناه. بيقول لك الكف سببه ايه؟ اير واي ناروينج،
زي البراسيكوف مثلا او الكompression ماشي. شيست بين ممكن الشيست وول انفيجن للبون نفسه، او نيورال انفيجن اللي هو الانتركوستال نيرفز يعني. ديزنيا ممكن نتيجه ايه؟ انك مضايق الايروي شويه، حصل بريكارديال تامبونات، ممكن كايلس يعني. بلور افيوجن، عملت كونجستيف هارت فيلير، وده رير شويه ان انت يبقى الضغط شديد قوي 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 وتعمل هارت فيلير، تخلي مفيش دم، عارف القلب يستقبل دم، فبالتالي يحصل كونجستيف هارت فيلير. هيموبسيس اشهر سبب ليها برونكوجينيك كارسينوما. على فكره الهيموبسيس في الغالب بيبقى سببه برونكيال ارتري مش بالمونري سيركيوليشن يعني. ممكن اير واي انفيجن، حاجه عملت انفيجن فخرمت في الاير واي فبدا ينزف دم يعني، او بالمونري ستينوز فعمل كونجيشن او كونجستيف هارت فيلير عادي يعني. وديسفيجيا وهورسنس والفيشيال سويلنج اللي احنا قلناها يعني ايه، كلام عادي يعني. طيب اخر حاجه الانفستيجيشن. ايه الحاجات الراديولوجي اللي ممكن اعملها؟ شيست اكس راي انيشيالي ممكن يديك فكره عامه، الاحسن منه طبعا السي تي والام ار اي، بالذات الام ار اي مع السوفت تيشو يعني، زي مثلا لو انا شاكك في نيورو فايبروما مثلا ولا حاجه. اندوسكوب بالمنظار، ممكن اخش برونكوسكوب عشان اشوف بقى المجال التنفسيه نفسها فيها ايه، وممكن اخد بايوبسي مثلا بميدياستاينوسكوبي لو انا عايز، والعلاج بتاعي بيكون على حسب السبب. وبكده نكون وصلنا لاخر جزء في حصتنا النهارده. بالتوفيق يا شباب، والى لقاء ان شاء الله في حصتنا القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.